الاكتئاب بتختلف. عند الفقير فهو بيبقى مخاصم الدنيا، تقول لك انا طلعت عند باب البيت وريحه القبر، ريحه تراب القبر جت في مناخيري، انا زهدت الطعام. لا لا. ويبقى ابنها مزعلها في حاجه، تبقى صدمت في اخوها اللي كان المفروض يجيب لها حاجه من السعوديه، كده حاجات ايه بسيطه. عابرة. ولذلك الفرق بقى هو إجابة على سؤال السائل الكريم، هي أن علاج المكتئب الفقير أسهل بكتير جدا من علاج الغني المتعلم. لأن الفقير الأمي أو البسيط أنت بتقول له كذا بيعمل كذا، خد الدواء بياخد الدواء فبيخف، لا هيقعد يخش على النت يشوف الآثار الجانبية، ولا هيقعد يلاوع معاك، ولا هيفوت جرعة وياخد جرعة، ولا لما تيجي تناقشه في إحساس ما بعد الذنب وتقول له آيات كريمة يقول لك لا بآيات تانية. يعني الجدل ما بيبقاش واضح، فبتلاقي الناس البسطاء بيخفوا بسرعة عن الناس الأغنياء. طب انا عاوز اسال بالمناسبه، انه يعني انت معنى كلامك انه الغني منه دايره المؤثرات الخارجيه عنده اوسع، وبالتالي بتكون دايره التاثرات النفسيه عنده اكتر. أنا عايز بس أضحكك على غني فاحش بيقول لي أنا لما بقيت أبدل العربية كل أسبوع بقيت مستغرب إزاي الناس بتمشي على رجليها. طبعا. واكتئبت للناس دي عشان الناس دي وحشة بتمشي على رجليها. طبعا طبعا والله. كنت هخبطه شايل كتير شايل كتير، بلاش اخبطه بالبتاع، مش عاوزين ابقى حاضر لا تاني. لا. صلي على النبي. اللهم صل على امثال الشعوب هل تعكس انواع اكتئاب موجوده عند هذه الشعوب؟ انا بعتقد ان الامثال طبعا يعني بتعكس حاله معينه، يعني فيها رؤيه غريبه شويه. يعني مثلا في مصر كده يقول لك مثلا ايه اللي بالقدر على فمها تطلع البنت لامها. سعد زغلول قال مفيش فايده، ضربوا الاعور على عينه قال خسران. بص المثل، حاله احباط، في يأس، في يأس. تمام. هو ده اللي انا اتكلمت عنه في الاكتئاب. السوريين مثلا يكلمك تلاقيه مثلا كلمه القبر والموت دي على لسانه وهو بيمدحك، تقبرني، تشكي القاسي، تمشي على قبري. ايه دخل تلاقي ايه اللي دخل القبر في الموضوع؟ هي عادات شعوب ولا حاله من حالات هل الامثال اللي بتقال في مصر دي اللي هي خسرانه خسرانه وزي ما ترسى دقلها وزي ما اعرفش ايه؟ هو فكر شعبي من كتر ما شاف من الظلم بقى، يعني لما الفرحه تجيله يبقى خلاص الامثله دي عبيطه. يعني هو نوع من عدم القدره على التمني. يعني انا عايز بس انط الحته هنا مهمه قوي، انا كاتبها في الكتاب، لاننا معشر المسلمين عندنا الانتحار حرام. ايوه طبعا. ولكن انا ما بقتش اسال حد من اللي بيجيني هل انت بتفكر في الانتحار او بتحاول، لان سؤال غبي. بقيت اسال السيده او الام او الاب، اقول له هل تتمنى الموت؟ يقول لي اه يا رب يخبطني اتوبيس، يا رب اقع من على السلم على جدور رقبتي كده. فتمني الموت هنا هو نوع من انواع الاكتئاب الحاد جدا. ولكن في الامثله الشعبيه زي الامثله السوريه وكده هو نوع من التعلق بالبيئه نفسها، بالبيئه الثقافيه نفسها. ولكن مساله القبر هي مؤثره جدا في المرضى المسلمين نظرا للاحاديث الكثيره. يعني هم بياخدوا نص الاحاديث اللي هي عن عذاب القبر ما بيسمعوش، وكانه حضن امك مثلا. يعني احنا مره في السايكودراما واحده قالت لنا خايفه من عذاب القبر، فرد عليها واحد قال لها وانه رحمه ولعله كحضن امك. في ايه؟ ليه ما بصيتي لدي وليه ما بصيتيش لدي؟ ممكن يكون فعلا. فهي ردت عليه قالت له ان انا مكتئبه، فاكتئابها خف. طبعا 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 حوار لطيف. لكن اذا حالات الاكتئاب بتاتي للشعوب وتتراوح زي المريض العادي، بدليل ان هذه الامثال تظهر وتخبو وتختفي وتظهر في اوقات معينه من ده حتى احنا بنشوفها في موجه الافلام التلفزيونيه والسينمائيه والاعمال الدراميه. مره بيبقى فيه موجه افلام كوميديه، صح، مره يبقى فيه موجه افلام رعب وفزع. انت عارف حضرتك انا بوصف لبعض الناس يشوفوا افلام ويشوفوا مسرحيات تخليهم يضحكوا عشان يقدروا يطلعوا من حاله الاكتئاب. وزي ما حضرتك لمست في الاول ان الاعلام بالتوك شوز المؤلمه دي، مش عايز اقول العبيطه،
اصبح مزعج جدا للنفس البشريه. بالظبط. طب انا عاوز اسال سؤال. احنا عارفين الانفلونزا، وعارفين خطوره انك تخالط مريض الانفلونزا، لان انت ممكن مش كده ولا ايه؟ ففي الامراض عند الاطباء نوعين، مرض معدي ومرض غير معدي. هل الاكتئاب مرض معدي؟ معدي جدا. معدي جدا. ده انت ما قلتش معدي بس، ده انت لا، بتقول معدي جدا. تخيل بقى واحد قاعد في البيت ومراته مكتئبه وقاعده جوه الاوضه وقافله عليها الاوضه وما بتاكلش معاه، ويجي يصالحها او هو مكتئب وشايل هم الدنيا بسبب فلوس او بسبب خناقه مع زميله في الشغل. الجو بيتكهرب وتنتقل عدوى الاكتئاب بين افراد الاسره، تلاقي حتى العيال متضايقين متوترين. وانت حضرتك لو بصيت على بعض الاسر الكئيبه او اللي فيها شخص مكتئب تلاقيه نقل اكتئابه للطرف الاخر، وده اللي انا بسميه عدوى الاكتئاب، انها بتنتقل يعني الشخصيه المبهجه الفرحه او الشخصيه اللي بتبقى مكتئبه والتانيه تبقى قويه وحاميه نفسها من الاكتئاب بتحمي نفسها. لكن لازم ننتبه جدا ان حتى لو كان زميلك في العمل مكتئب انه دايما يقول لك يا عم وانت تشيلني همك. يعني ما نقعدش نعمل فراوده ونعمل عنتر بن شداد ونسمع. يعني ما بقولش ان احنا ما نمدش ايد العون، لكن لما انت تبقى قاعد في مكان عمل وبتسمع لكل الناس مشاكلهم هتروح البيت مكتئب، لان ده بيخش في العقل الباطن بتاعك وبيبعث على الاكتئاب. وده السبب ان 90% من الشيوخ مكتئبين. يعني ما ده صحيح. الشيوخ نعم الحقيقه اكتئاب. يعني انت بتشوف اللي هو ده ينطبق على الاطباء الانذر سايد. لا طبعا انتوا عندكم حاجات بتبلبعوها. طب انا عاوز اسال سؤال. بالنسبه لحاله الاكتئاب، وقلنا انها معديه وبهذه الخطوره، امتى اتدخل عند اخويا لو لاحظت انه دخل في حاله اكتئاب؟ وازاي اعرف ان الاكتئاب ده يتطلب تدخل علاجي؟ وازاي دلوقتي سمعانه او شايفانا تقدر تقول انا ابني داخل في لا قدر الله في اطار اكتئاب؟ ازاي نقدر نتلافى البلاء قبل وقوعه؟ ازاي اقدر اتجنب العدوى وفي نفس الوقت اعاون المريض وفي نفس الوقت احاول اقلل الخسائر؟ طبعا بتكلم بمنظور طبي. احنا عندنا المنظور الشرعي الحمد لله رب العالمين عظيم جدا، لكن هو الخوف، كل الخوف ان يكون في مشكله خاصه بالمخ نفسه. مشكله اذا اضطرب المخ وصار هناك اكتئاب مرضي بتبقى علاماته واضحه. ايه بقى؟ يبتدي الانسان يعاف الطعام وما يبقاش مستطعم الاكل حتى لو كله. يعني لذلك انا ما بسالش انت عندك شهيه للاكل ولا لا، انا بقول له انت بتستطعم الاكل ولا لا. الاكل طعمه ايه، اخباره ايه؟ ويبتدي يفقد وزنه، بتوصل لدرجه 15 كيلو بينزلهم ويبقى نحيف جدا كده وضعيف، وتلاقي عينيه زائغه وتلاقيه دي قريبه من شكل المدمن. يعني ايوه. لا حضرتك دخلت في حته تاني مهمه جدا، لان كل المدمنين عندهم اكتئاب ثانوي بس الناس مش بتاخد بالها من الحكايه دي. لذلك يجب كل المدمنين وانا لا استثني، يعني انا بتحدى تروح على اي دراسه علميه لا تكتشف ان هناك وراء الادمان اكتئاب، لان المدمن ده بيعمل حاجه تعمل له دماغ. يعني ايه تعمل له دماغ؟ يبقى كل مدمن مكتئب، انما مش كل مكتئب مدمن. لا. ايوه. وهناك من يدمن ايضا على الادويه المسكنه وعلى المهدئات التي لا يصفها الطبيب زي ما قلنا لكن خلينا في علامات الاكتئاب الشديده: الاهمال في النظافه الشخصيه، عدم القدره على الاستحمام. تلاقي الرائحه طالعه وتلاقيه حتى، وانا بستغرب من الناس حتى ساعات بتتوضى وتصلي لكن ما بتغسلش جسمها، ما بتستحماش، وتلاقي ريحته طالعه. بيبقى مكتئب. النظافه الشخصيه. يبتدي يعجز ويفقد الرغبه الجنسيه تماما، او الست تفقد الرغبه. وهنا بقى بتقابلني نساء الازواج بيقوموا باغتصابهن، يعني مش لا يراعي حالا مرضيه، لا، وبيستخدم الدين، يقول لها تلعنك الملائكه. طب اعرف هي يعني المشكله ايه؟ قدم لهن. طب وقدموا لانفسكم. نعم صدق الله. يعني مش يعني لسه النهارده كانت واحده بتحكي ان هي بيتم اغتصابها من زوجها ويقول لها، لدرجه ان قالت له فلتلعني الملائكه يا اخي. يا اخي ارحمني، ده انا بروح لدكتور عشان الاكتئاب. وده في حاجه بقى اسمها ايه؟ اكتئاب ما بعد الجنس غير المحبب. يا خبر. ده للرجل والمراه. يعني لو انت راجل
وجات بقى في احدى ليالي الشتاء البارده وتمحكت فيك امرأتك وعايزه تتدفى، وانت الرجوله بقى نفرت وعايز تثبت لها، فضجعتها دون ان يكون لديك رغبه، تصاب بالاكتئاب 3-4 ايام، تبقى مش قادر تبص في وشها ولا في وش نفسك. فلا مش لازم نعمل حاجه غصب عننا، لا ناكل غصب طب عننا. ما هو ممكن الولاد برضو يكون عندهم حالة من حالات الاكتئاب، مش عاوز يذاكر، هنا بقى وانا ارغمه على المذاكرة. بالظبط، الاطفال ليهم علامات اخرى للاكتئاب: السلوك السيء، العدواني، الشتيمه، السب، التزويغ من المدرسه، الام البطن، عدم القدره على التحصيل الدراسي رغم التفوق السابق والذكاء. كل دي من علامات اكتئاب الطفوله. اكتئاب المراهقه بقى يبتدي انه يلبس قمصان سودا، يسمع اغاني حزينه، يبقى حبه ولا طلشي، يبقى عنده اضطرابات المراهقه، يبقى البلاك ميتال، الموسيقى البلاك ميتال دي ايوه اللي يعني اللي فيها فيها نوع عنف، من انواع العنف. يبتدي يجرب المخدرات. هنا الخطوره شديده جدا. لذلك بعد الاب بالذات عن الولد والام عن البنت خطر جدا في المرحله دي. لازم نفهمهم ونفتكر سيدنا علي رضي الله عنه لما قال: لا تربوا اولادكم كما رباكم اباءكم فلقد خلقوا لزمان غير زمانكم. فيعني نحترم بقى ان هو بيسمع حاجه او بيلبس لبس معين، ونحاول نصاحبه، لان احسن علاج لقيته للاولاد اللي هم من سن 13 ل 19 هو انه الاب يخرج معاه لوحدهم او ياخده مكان شغله. الصداقه الابويه مع الابن دي مهمه جدا، مهمه جدا. ايوه. طيب، في مرحله ما بعد المرض نفسه، خلاص عرفنا ان الولد عنده الوقايه بقى. ايوه بالظبط. عايزين نعرف بقى ايه الوقايه، ونضمن ازاي عدم تكرار المشكله ديت، ونقدر نسيطر عليها ازاي داخليا. في حاجه اسمها المفرحات، يعني ايه؟ انك انت مش لازم تروح باريس عشان تتفسح، زي ما قلت انك انت تخرجوا الى الهواء الطلق، ان انتوا تجتمعوا كأسرة، ان انتوا تشتركوا في لعبة معينة زي البازل او زي الليجو او زي اي حاجة، انك انت حتى تشوف كرتون. المشاركة والمواجهة والصراحة، انك انت تصارح. يعني زوجتي انا النهاردة مكتئب، فتحترم هي اكتئابه، ان هم يبتدوا قبل عند حدوث مشكلة ان يتشاركوا فيها. فهنا تتوزع المشكلة يعني انت لما يكون في مأزق مادي مثلا معين، عليك ان تصارح اولادك دون ان تحسسهم بخطورة المسألة، ان في ازمة وهتعدي. هنا بتتم عملية الوقاية، لكن الوقاية خير من العلاج، بانك انت بتتسلح بالمعرفة، تفند الافكار، تتسلح بالايمان، دون انك انت تقول لا انا اكتئبت، انا ايماني ضعيف، لان الكلمه دي بتتقال كتير وبسمعها كتير، وهي بعيده عن الاكتئاب الطبي اللي له اسباب واصول علميه. تفنيد الافكار اللي انا كاتبه في الفصل بتاع دليلك العلمي لتصحيح افكارك. يعني مثلا لو انا ماشي كده وقلت السلام عليكم، والشيخ خالد كان مشغول مع احد الناس فما ردش السلام، ان الشيخ خالد يكرهني، إن الشيخ خالد لا يحبني، إنني كئيب لأن الشيخ خالد لا يعبرني. لا يمكن، الراجل مش واخد باله. تفند الحاجات. خسرت فلوسي في البورصة لأنني حمار وغبي. لا، دي أزمة مرت بالعالم كله، وأنا أخطأت وهنجح في المرة الجاية. ربنا هيديني على قد نيتي. إذا تبرير الأحداث السيئة بقوة أكبر من قدرتي هي التي تستطيع أن تنزع فتيل الاكتئاب مني. بالظبط. يعني لما أنا أقول ده كاس واحد يموت له حد، يقول لك ده كاس وداير، ده النبي مات عليه الصلاة والسلام، ده الأنبياء بيموتوا، ده الملائكة هتموت، الإنسان هان عليه المسألة. البني آدم لما حكاية البورصة دي يقول لك يا عم ده العالم كله خسر. طب ولذلك يقول لك المصيبة إذا عمت هانت، إذا عمت هانت. يعني طبعا هي هتفضل مصيبة برضو، إنما لما تلقى إنه مثلا حادث مات فيه 50 واحد وواحد عزيز عليا مات فيهم، فهانت عليا ما أنا في 50 واحد غير إن حبيبي اللي مات دوت أو أخويا اللي مات، في 50 واحد ماتوا. فالمصيبة إذا عمت هانت. وده اللي بقوله، احنا دلوقتي مثلا في مصر في مشكلة، احنا كلنا مع بعض في نفس الأتون، في نفس المشكلة، في نفس البوتقة، وده في حد ذاته عنصر مخفف وملطف
ان احنا كلنا بنتقاسم المساله. حتى في المثل يقول لك لا تعايرني ولا عايرك، ده انا همي طايرني وطايلك. فانا عاوز اقول، انت عاوز تشوف المنظور الشرعي لمساله علاج الاكتئاب، شوف كيف هرب كل نبي من الاكتئاب بعد نزول البلاء. اول ما سيدنا ادم خرج من الجنه ما قعدش يدخل في مرحله اكتئابيه هو وحواء في الارض ابدا. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. شوف المنظر لما راجل اشيب الشعر، عجوز، كبير في السن، طعن في السن، ويدخل فجأة في ظلمات ثلاث: ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، وما استسلمش الاكتئاب خلاص والاستسلام، انا مت، انا ضعت، انا انتهيت، انا خلاص كله راح كله راح كله راح. لا، عمل ايه؟ فنادى في الظلمات أن لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. شوف لما نبي تتمرد عليه زوجته ويخسر ولاده ويجي له مرض معدي ومرض يتساقط جلده بسببه ويستقذره الناس، ومع ذلك يقول رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. فتصور انت نبي وهو مستهدف من دولة بحالها بتجري وراه ومطارد، وبعد ما كان امير متربي في قصر بقى مستهدف بالقتل، وخرج منها خائفا يترقب. قال رب نجيني من القوم الظالمين، وراح لقوم مدين، وانتم عارفين القصة لما لقى الفتاتين عمل ايه؟ فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. شوف انت لما نبي عاش طول عمره محارب من كهنة بني إسرائيل والمتاجرين بالدين وسدنة المعبد اللي كادوا له كيدا شديدا، وقف يقول لربنا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. شوف لما نبي يفقد ابنه الحبيب الأثير لديه ويبقى متأكد ان ابنه فعل به فعلة شنعاء ومش قادر يوصل للحقيقة، وحس ان ابنه راح ضحية مؤامرة، ويقول ايه؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هؤلاء الأنبياء كانوا مثلا مضروبا لنا جميعا، وكان سيدهم وإمامهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد، اللي ربنا شوف عالجه بالاكتئاب في سورة الضحى. اقرأ سورة الضحى تفهم المسألة. اللي يقرأ سورة الضحى يلاقي سورة الضحى مقسمة لثلاث أقسام. أول قسم فيها كان البشارة وإعادة قنوات الاتصال. تاني قسم فيها كان التذكرة. ثالث قسم فيها التدابير الاحترازية والعلاج. نقول أول قسم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. شوف البشارة عاملة ازاي: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وللآخرة يعني آخر أمرك هيكون أفضل من أول أمرك. ولسوف يعطيك ربك فترضى. تاني قسم فيها كان التذكرة عشان تقدر تتوازن مع نفسك: ألم يجدك ألم يجدك ألم يجدك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. وبعدين العلاج إنك تنشغل بخدمة الناس وبمساعدة المحتاجين وبتفريغ هذه الطاقة مع الناس. نفس الكلام الطبي اللي اتقال موجود في القرآن: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. عملت دول مبروك عليك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم، وصلى الله على نبينا المختار الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخوة الإيمان والإسلام، أريد أن ألتقي بكم في هذا اللقاء لنسمع وتلتقون بحبيبنا الأستاذ الدكتور الفاضل خليل فاضل الذي قام بتأليف هذا الكتاب العظيم ضد الاكتئاب. بعد ذلك الفاصل ننتظر هواتفكم واتصالاتكم، ابقوا معنا. من برنامجكم المجلس في كتاب ضد الاكتئاب، ومع مؤلفها يعني نجم الحلقة والبرنامج الأستاذ الدكتور خليل فاضل. الحقيقة معنا أول اتصال الأستاذة صفية. أهلا وسهلا مرحبا. السلام
عليكم يا مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي ليك وللسيد الدكتور. اهلا بيكي. الحقيقه يعني رغم ان الحلقه عن الاكتئاب لكن هي فعلا ماتعه، والطرافه اللي كانت فيها من سيادتك ومن الدكتور دي خلت برضو الجو يعني خرج عن الموضوع اللي هو الاكتئاب اللي نكاد كلنا يبقى عندنا بعض من انواعه، او يعني ما كانش كل المصريين في الوقت الحالي ده مصابين بهذا الوجع او الالم يعني. صحيح. الاول عايزه اقول لحضرتك الكتاب يعني اي دار نشر هي بتنشره كنت لسه عشان بسأله. احنا نقدر نحصل عليه. هو في كل المكتبات. هو في كل المكتبات موجود الحقيقة. طيب وان شاء الله يكون يا رب سعره يعني يتوافق مع ان احنا كلنا نقدر، لان فعلا محتاجين أتمنى. الكتاب ده، محتاجين فعلا ان احنا نقراه. طيب بإذن الله دي إن شاء الله. دي حاجه. الحاجه الثانيه، اتفضلي يا دكتورة صفية. الحاجة الثانية أنا عايزة أسأل الدكتور برضو على موضوع، يعني أنا ابني اتجوز، طبعا مراته خدها بعد مجاهدة ومكافحة مع من المطالب، ومن برضو تعنت كان يعني أهلها وكلام من ده يعني. عنده كم سنة؟ لاحظت إن هو بيقول لك عنده كام سنة صفية هاني؟ 27 سنة 28 سنة كده. يعني لاحظت ان هو يعني بعد الفرح وكده ابتدت يعني عدم الانبساط، مش لسبب يعني مش لسبب راجع للعروسه او لحاجه زي كده، لان هو فعلا كان عايزها وراغب فيها جدا، لكن يعني انا استشفيت منه وبعض خدت منه الملامح ان هو بيفتكر المواقف اللي حصلت من اهلها معاه. فهل هو فعلا هيدخل في حاله كده من ان هو يعني الاكتئاب دي، او وازاي كمان يعني يا دكتور ان احنا نقدر نخرجه ننسيه اللي فات ده ونخليه يعيش الحياه الحلوه اللي هو ابتدى فيها دلوقتي، والامل اللي ناله والهدف اللي طاله، يعني من ان هو كان كل هدفه وكل غرضه ان هو يعني يقترن بهذه الفتاه. فدي برضه مخوفانا من ناحيه ان هو ابتدت يعني يسرح، ابتدى يعني تبان عليه بعض الامور اللي هي تقول ان مش يعني خايفه يدخل في المرحله دي بتاعت الاكتئاب، ان هو السعاده مش باينه عليه قوي يعني. أيوة. فدي عايزه يعني نطلعها منه ازاي ونخليه ينسى المواقف اللي حصلت، وخصوصا هي فعلا كانت مواقف صعبه وثقيله جدا. طيب. ومش عايزه اقول لحضرتك عليها كانت ضغوط عليه قد ايه علشان ما يرتبطش بيها. شكرا ليك. أشكر حضرتك جدا على السؤال قيم جدا، وكنا لسه النهارده برضو بنناقشه في حلقة التدريب العملية التي يعني بتبقى مكتظة بالنفسيون والنفسيات اللي هم المختصين، وأنا بقوم بيها حتى ننقل الخدمة للآخرين، لأن احنا مسيرنا هنودع كده أو كده يعني، فلازم يبقى في كوادر مصرية حقيقية. ففي حاجة اسمها عقدة الصدمة الهستيرية أو توتر النجاح، وده أنا شخصيا عانيت منه لما خدت الدكتوراه في بريطانيا. بعد عناء قعدت أسبوع مكتئب. الله، طيب وبعدين؟ ده أكبر شهادة في الطب النفسي في العالم أنا خدتها، الحمد لله الحمد لله. طب وبعدين؟ هعمل ايه؟ أعمل إيه؟ طيب، وفضلت أفتكر المتاعب وأقلب على نفسي المواجع، بس فقت بعد أسبوع. هو اللي حصل مع ابن حضرتك هو إن هو الكفاح من أجل الحصول على الزوجة نحت في نفسيته. فلما حصل على ما يسبق إليه حصل له نوع من الصدمة من النجاح. فعليه أن يحدث نفسه أو يتحدث مع حضرتك أو يتحدث مع آخرين يكونوا على قدر من الوجاهة العلمية والقدرة على أنه يفصص المواقف دي ويقتلها بحثا ويرميها. في كده عندنا مثل في الطب النفسي بالعلاج التحليلي، أنك أنت تتخيل الموقف ده كأنه ورقة قدامك وتكرمشها كده وبعدين ترميها في صندوق القطع. إزاحة يعني يعمل إزاحة نفسية. إزاحة أو إزالة أحسن، لأنه الإزاحة ممكن ترجع تاني. وفي كده مشهد تخيلي في حاجة اسمها العلاج التخيلي. عملته مع الشخص من الخليج اللي حكيت عنه. أيوة. إن خليته يشوف حادث وفاة أخوه، ويشوف حادث ضرب أبوه ليه، ويشوف الإخفاقات التي حدثت في حياته، يشوفها في أشكال مادية، كور
لعب، مجز، اقلام، اكياس، ويحطها في صندوق من الخشب ويحكم اغلاقه بمسامير. كل ده في خياله، تمرين ذهني. وبعدين يروح اقول له اخر حته ركبت فيها القطار فين؟ يقول لي في الهند او في مثلا لندن. فاقول له خلينا في لندن. انت واخد معاك الصندوق وشايلينه 2 لانه تقيل قوي، في كل بلاويك وكل الحوادث والمآسي والاخفاقات، وحطوه لك على رصيف القطار. وجه القطار بس انت ركبت بشياكه قوي في القطار ونسيت الصندوق، وسيذهب بك القطار إلى محطة بعيدة، وحتى لو عدت إلى نفس المحطة مش هتلاقي الصندوق لأنه شالوه بتوع البلدية. هو قد يبدو أنه مثل بسيط وتمرين تافه، ولكنه يحمل قيمة كبيرة جدا وبيشتغل والناس بتخف بيه. والله يبشرك بالخير يا دكتور. والله، فعليكم ان انتوا تعملوا التمارين دي ممتاز، وتفصصوا، لانه طول ما الحكاية في قلبه طول ما هي بتطلع صديد نفسي وكده. يجب أن نفتح الجرح وننظفه بالملح حتى يقفل على نظافة. تمام، شكرا. معنا الأخت أمة الله. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك يا دكتور؟ ايه شيخ خالد؟ أهلا يا فندم. ممكن أكلم الدكتور؟ اتفضلي. بس هو سؤال يعني المفروض الإجابة من حضرتك وحضرتك. اتفضلي. أنا كنت لما ربنا كرمني وولدت، يعني رحت ولدت عند دكتورة في العيادة. بس كانت يعني الحمد لله ما تعبتش قوي يعني، وربنا سهل لي على طول. بس المشكلة كانت الدكتورة مضايقاني في إن المروحة كانت عليا شغالة وأنا بولد، كنت تعبانة من السقعة. فبعد ما ولدت اما جم قرايبي يباركولي وكده، يعني الدكتوره اخبارها ايه؟ لا ده يا جماعه مش كويسه، ما حدش يروح يقول عندها دم متعبه قوي. بس مع كده كان سبحان الله عليها طول ما هي شغاله يعني وانا بولد، الذكر ده ما انقطعش من لسانها نهائي، وصبرت عليها كتير يعني، مش زي في المستشفيات ما هم بيستعجلوا، لا. فانا بعدها يعني ابني اصلا فضل تعبان شويه وبيتعبني من كتر العياط، فماما قعدت تقولي ده ذنبها عشان قعدت تقولي ده مش كويسه، ده مش عارف ايه، رغم ان هي صبرت عليه كتير وكانت الدكتوره كويسه جدا وشاطره وكفايه ان هي على طول بتذكر ربنا. فانا من كتر ما انا خفت من ذنبها قوي، يعني لدرجه ان انا خايفه اولد تاني، ان ذنبها يجي عليا او حاجه، ودايما خايفه من ذنبها وانا مش عارفه اعمل لها ايه بجد. فاحيانا بستغفر ربنا ليها معايا، فمش عارفه اعمل ايه تاني من كتر الخوف. يعني مثلا استعملت وسيله وخايفه ان انا اشيلها خالص، خايفه ان انا اولد تاني. وصل سؤالك وفي منتهى الاهميه. ما شاء الله، يعني كيف حاله يعني. الاكتئاب، الولاده دي انا عامل لها فصل كامل. ايوه ده فعلا انا شفت الفصل كامل عن اكتئاب ما بعد الولاده، لانه الولاده ولاده خلق مجهود بدني جسدي هرموني، هرمون بيطلع فوق السماء، هرمون بينزل للارض بعد الولاده. سبحان الله. حاجه بتبقى في التجويف البطني ميكانيكيه بتمتص وبتشتغل، راحت سبحان الله. يعني انا لسه عندي بنت والده بقى لها 3 شهور فشاهدت. ما شاء الله ما شاء الله. ولكن يعني انت قلتي شيء وضده الحقيقه، يعني قلتي ان هي كانت بتذكر الله وتعبت جدا في ولادتك، ولكن كان في حاجات مضايقاكي. انت في موقف حساس جدا، ان انت مجهود ذهني وبدني وهرموني وانساني، ومسألة فيها خلق لإنسان جديد. ف لا ذنب، انا مش شايف ذنب، انت صنعتي الذنب. يعني انت انتقدتيها لان كان في مروحه، او لان قالت ان انت متعبه، فانت حطيتي مليون حاجه على الحاجه. يعني شلتي طاجن ستك، الحاجه اللي كنا بنقولها زي ان انا لو شفت الشيخ خالد بيعرض عني فاقول له هو زعلان مني، الله ده مشغول ما شافش ما خدش باله مني. الدكتوره نشوف ايه الايجابيات اللي عملتها، ذكرت الله وولدتك بنجاح دون عواقب. في بقى حاجات مؤثره عليها، ان الولد كان بيعيط، ان هي تعبانه من الولاده، ان في انفصال للمشيمه، ان في تاثيرات هرمونيه بالغه، ان الجسم والمخ طبيعي بعد الولاده، اي ولاده بيبقى حساس وقابل للاكتئاب وللوجوم. في حاجه اسمها وجوم بعد الولاده. يعني بنتي ولدت قيصريه، لكن كانت مندهشه كده، مش مصدقه الدنيا،
وعينيها تدمع عادي. طب انا عندي تصور للسؤال بتاع اتفضل. الاخت امة الله. اسمح لي اعيد طرحه عليك بشكل نعم تاني. نعم. هي دلوقتي بيتنازعها شعوران، 2 شعور جم عندها في وقت واحد. ودي على فكرة أمة الله الشعور اللي جالها ده بيحصل لنا كلنا أحيانا، إن أنت